عمر شاب يمتهن الحدادة التي ورثها عن والده. أحب فتاة وعندما قرر الزواج منها ووجه بالرفض من أهلها، والسبب انتماؤه إلى قبيلة تمال التي تعد بالتصنيف الاجتماعي والقبائل الصومالية منبوذة، لا بل يقل شرف أي منتم إليها. نحن نوفر لهم خدماتهم لكننا نعاني تهميشا اجتماعيا، أخرجونا من المجتمع وكأننا فئات منبوذة. ذات يوم طلبت يد فتاة أحببتها لكنهم رفضوا فكرة الزواج بسبب وضعي الاجتماعي. نتزوج فقط بنات القبيلة. القبيلة أولا في الصومال. نشأت الطبقية مع بداية تكوين المجتمع الرعوي في هذا البلد، بعضها رفيع النسب وآخر على هامش الحياة. مشكلة التمييز العنصري القبلي في الصومال مشكلة لها جذور تاريخية، وهذا سببه الجهل والفقر، لكن التعليم سيحرر العقلية الصومالية من تلك الأفكار والنظرات السلبية تجاه القبيلة. لا يزالون على هامش الحياة، لكن بعض الجمعيات تسعى لرد الاعتبار إلى تلك القبائل من خلال دمج تلك الفئات في المدارس والحياة الاجتماعية. نحن نجد دعما في مساعدة تلك القبائل من التجار والمحسنين، والتمييز القبلي أثار مشكلة كبيرة في هذا المجتمع، وأعتقد أن مرحلة التمييز التي كانت تهيمن على هذه القبائل انتهت. التحديات الأصعب لهذه الجمعيات تتمثل في كيفية محو الصورة النمطية والقناعات السلبية التي ترسخت لدى الصوماليين تجاه تلك القبائل. مشكلة اجتماعية لا تعرف الأجيال الجديدة كيف ومتى بدأت ومتى ستنتهي. قصص من واقع الألم والمعاناة تلك هي التي عاشتها هذه القبيلة التي ينتمي إليها هؤلاء، لكن هذه المدرسة ربما سترمم نفوس الصغار ما علق بها من الضغائن والأحقاد الدفنة، صغار يحدوهم الأمل في تغيير النظرة السلبية تجاه كيانهم الاجتماعي. شافع محمد.